كوكو les amis, لاباس عليكم؟ صافا بخير؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأموركم زينة إن شاء الله. مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي، معكم لوجين. كالعادة كل يوم فكرة جديدة. مؤخرا لاحظت فيديوهات كتيرة تتكلم على شوكولاتات دبي وكيفاش الناس كتفاعل مع التحضير والتذوق ديالها، وقلت علاش لا ما ناخدش هاد التجربة ونجرب نحضرها تا انا في المنزل ديالي بالمساعدة ديال ماما. يلا بلا ما نطول عليكم، let's go. المقادير اللي هادي يحتاجوها الشوكولاتة ديالنا. هنحتاجو الزبدة، هنحتاجو الشوكولات خاص يكون من نوعية جيدة. غادي يحتاجو كذلك كريمة بيستاج، يمكن لك تاخديها جاهزة ألا تحضرها في البيت. تحتاج شوية البيستاج يتطحن ونضيفو ليه شوكولات بيض. نحتاج الكنافة، ودابا نمشيو لمرحلة التحضير. نقطع الكنافة لقطع صغيرة، نحاولوا نخلوها مزيان. نضيفوا الزبدة وخلوها تذوب. نضيفوا لها الكنافة ديالنا، نحركوا الخليط ديالنا حتى يتحمر مزيان. ونحصلوا على هاد النتيجة. كنخلطوها مع كريمة البيستاج. على هذا الشكل. وفي نفس الوقت نذوب الشوكولاتة ديالنا بهذه الطريقة. كنجيبوا العلبة ديال البلاستيك بالشكل اللي بغينا، كنوضعوا الشوكولاتة ديالنا بهذه الطريقة ونطلعوه مع الجناب شي شوية. ما خلينا الشوكولاتة ديالنا في المجمد لمدة 3 دقائق. كنعمروا الحشوة ديالنا باش نشكلوا الطبقة على حسب الحجم اللي بغينا، ونضيفوا الطبقة الثانية ديال الشوكولاتة. من بعد ما نخليو الشوكولاتة ديالنا في المجمد لمدة
دقائق نخرجوه ونحاول نسحبوه بهالطريقة. بهكذا نكونوا حصلنا على الشكل النهائي. يبقى مرحلة التقديم والتذوق. صراحة شوكولاتة دبي جات واعرة جديدة، مذاق روعة، وتستحق أنكم تجربوها، ما عادش تندموا. نعرف باللي نتوما من المتابعين الأوفياء، وهذا شجعني كتر باش أنني نقلب على أفكار زوينة كنبارطاجيها وتفيدني وتفيدكم. كنشكركم بزاف على الدعم المتواصل، وما تنساوش ديروا اشتراك وتضغطوا على زر لايك علاش لا شي كومنتير زوين باش نزيد نتحفز ونقدم شي حاجة محسن. وشكرا لكم بزاف، وفي حلقة قادمة إن شاء الله.